안녕하세요. بما أن صرنا في النص من شعبان وكل عام وانتم بخير والله يبلغنا رمضان، حبيت أرسم شخصية كيوت ولطيفة، وهي شخصية من شخصيات فلانيس. وطبعا تعرفون فلانيس يعني خص رمضان، فالفكرة اللي تبالي اني ارسم سكتش هاي الشخصية واسويها ستاند، لان حبيت انه يكون في شيء يخص رمضان انا اللي يكون مسويتنا بعيد عن الفوانيس اللي انزلكم اياها. فحبيت اسوي هالشخصية الكيوت واخليها ستاند في مكتبي. وبنات وسوري لاني تاخرت في تنزيل الفيديو، بس لان تعرفون نص من شعبان يعني قرقعان، فقاعدة اجهز القرقعان وقاعدة اضبط اشياء، فعشان شي تاخرت في تنزيل الفيديو. طبعا لما امنتجه عشان انزلكم اياه ويكون يعني شكل بسيط وحلو. وبلون هاي الرسمة بهذا البلد الصغير الكيوت، بس ألوانه رهيبة. طبعا هذه الألوان اللي الحين طالعة ترند، واللي هي على شكل جلو تلمع، يعني فيها لمعة. اللي بسوي اني برسم البشرة ألوان الماركر، بس اللبس بلونه بهالألوان. وطبعا أول مرة أجربها معاكم، أول مرة أجربها يعني، فبجربها معاكم. وبصراحة حبيتها وخلت النتيجة واو. بصراحة بنات أنا استمتعت في تلوين هاي الرسمة، وغير شي استمتعت وأنا أسوي الستاند، لأني الحين وأنا قاعدة أتكلم معاكم قاعدة أشوفه، يعني بصراحة النتيجة وايد ما شاء الله حلوة. واللي حبيته أكثر في الألوان إنها مش فاتحة، يعني أنا توقعت إنه بما إنه يكون فيها لمعة تحسبت إن الألوان بتكون وايد خفيفة وفاتحة، يعني ما تلون، يعني لازم أحط كذا طبقة. لا، من أول طبقة اللون يعني يكون حلو ويبين.
صار وقت الجد، بديت ألون بهالألوان. طبعا بغير الفرشة لأن حسيت إن هالفرشة وايد كبيرة، فأحتاج يعني فرشة أضعف شوية علشان الأماكن الضيقة، يعني إن ما في مساحة كبيرة. فعشان شي يعني هالفرشة يبغالها مساحة كبيرة، فبس بستخدم الحين بغيرها وبستخدم فرشة مساحات يعني صغيرة يعني حق الأماكن أو المساحة الصغيرة. اللون الأحمر ما يلمع وايد، بس اللون الأخضر اللي بستخدمه وايد يلمع، حبيته خاصة يوم ينشف اللون تبين اللمعة أكثر، بس الأحمر ما حسيت إنه فيه وايد لمعة. بس يا بنات كبالت وايد حلو، في كل الألوان مثل ما تشوفون، وغير شي الألوان مش فاتحة، بالعكس الألوان من أول مرة ترسمون لو تلاحظون يبين اللون، فوايد حلو. وغير شي إن كل ما ينشف اللون تبين لمعته. فيعني بصراحة إذا ما عندكم قدرة تشترون ألوان مائية أنصحكم بهالألوان، ورخيصة ترى مش غالية، وتشوفون حجمها كيوت، يعني ترمون تشيلونها أي مكان. يعني عدد الألوان أو كمية الألوان اللي في الباليت يعني تفي بالغرض. صح إنه ما في أسود وأبيض اللي هو أساس الألوان، بس كمجموعة ألوان وايد حلوة.
شوفوا لمعة الأخضر واضحة، وهذا بعده في ماي، وكل ما بينشف اللون كل ما بتبين لمعته أكثر. صراحة حبيت أكثر اللون الأحمر، حسيت الأحمر ما في لمعة وايد، بس الأخضر يعني يبين حتى لمعته، بس يوم ينشف بتبين لمعته أكثر وأكثر. ويوم بديت يعني ألون بالأخضر حسيت إني قاعدة ألون بطيخة. أما على البنطلون حبيت ألونه بدرجة فاتحة من اللون الأخضر، علشان يعني ما أحس إنه كله لون واحد. يمكن في الكاميرا يبين اللون واحد، بس لا، يعني تختلف الدرجة. هذه درجة أفتح شوية من القميص اللي لابسنه. مع انه في الباليت في لون ذهبي، بس انا حبيت استخدم هذا القلم الذهبي، ما اعرف ليش، بس يعني حسيت انه يعني ابى استخدمه.
استخدمت في هاي الرسمة 3 درجات مختلفة من اللون الأخضر. هذه الدرجة أفتح من اللونين اللي استخدمتهم، وشوفوا كيف يعني اللون واضح. فيعني حبيت أنا صراحة، يعني يوم استخدمت البلد حسيت إنه يعني بتعب لما أحط كذا طبقة عشان يبين اللون، بس صراحة يعني ما شاء الله البلد صدمني إنه بهذا الحجم وفي لمعة، وبعد اللون ما شاء الله واضح. هذه هي النتيجة النهائية من بعد التلوين. شوفوا اللمعة كيف واضحة ما شاء الله. حبيت التلوين في هذا البلت،
وبعد يعني استخدامه سهل وبسيط، مثل استخدام الألوان المائية، حبيت. وبعد تقدرون تدمجون عادي. شوفوا اللمعة اللي في الماي بسبب الألوان. وسبحان الله مع اني استخدمت كذا لون بس ما تلون الماي، مع ان الألوان ما شاء الله واضحة مثل ما تشوفونها. والحين اللي بسويه اني بشق الورقة وببدأ أقص الرسمة، وبخلي مساحة بيضاء يعني نفس الاستيكر. إن شوفوا خليت شوية مساحة بيضاء من الأبيض على أساس إنه يكون نفس الاستيكر، وبنفس الوقت يكون ستاند. طبعا أنا غلطت، المفروض إني أشق الورقة وأحطها في التغليف الحراري، وبعد ما أغلفها حراري أقص الرسمة. بس أنا لا، يعني سويت العكس، قصيت الرسمة بعدين غلفت تغليف حراري. وطبعا شوي بتلعيد اني سويته بالمجلوب، فشوية التغليف الحراري بيتعفص، بس يعني بعرف يعني اتجنب الموضوع. وطبعا عشان اسوي الستاند يعني قصيت كرتون بالحجم اللي انا اباه، وبحط فيه فوم يلمع علشان يعني اغلف الكرتون واحطه كستاند. وهذه هي النتيجة النهائية. صراحة حبيتها وحبيت الباليت. وصلنا لنهاية الفيديو، أتمنى تكونوا حبيتوا فيديو اليوم، ولا تنسون من اللايك والشير والسبسكرايب، واشوفكم بفيديو جديد.